برنامج أخبار الأشكال الهندسية يرحب بالسادة المشاهدين ويقدم لكم برنامج أخبار الأشكال الهندسية يرحب بالسادة المشاهدين ويقدم لكم هذا الحدث على الهواء مباشرة. لو سمحت ممكن أن تخبرنا ماذا يحدث بالضبط؟ المستطيل يريد أن يهدم الدنيا ويقلبها فوق دماغنا. ربنا يستر ربنا يستر. ماذا فعل المستطيل؟ المستطيل لا يريد أن يفهم. ممكن نتعرف على حضرتك؟ أنا اسمي توازي الأضلاع، ابن الشكل رباعي، من المضلعات، يعرفني الجمال أن أنا شكل رباعي، ليا كل زاويتين متقابلتين متساويتين. ما هي خواصة؟ خواصة هي كل ذراعين متقابلين متساويتين وكل زاويتين متقابلتين متساويتين والجدران ينصف كل منهما الآخر. ممكن تخبرنا لماذا تبكي؟ ابن المستطيل ترك المنزل واختفى وقال أنه لن يعود ثانية وأنه لن يبقى أن يضل المستطيل. لماذا غدا المستطيل وترك المنزل؟ تقاسم مع عقله المربع. تفعلت لديك؟ أنا عندي 3 أولاد، هما المربع والمعين والمستطيل، وكل ولد له خواص والثلاث. وأنا المربع هو الذي كسب الأسرة جميعا ونصيبه هكذا، كما أن أمه وصت عليه قبل موتها يا متوازي الأضلاع، خلي بالك من ابننا المربع لأنه أصغر الأولاد، ويبقى ذلك يا سيدتي أننا أنشدنا بالحسد. أين هذا المستطيل اللعين؟ أنا أصدقت الأطباء فسوف أجعله مثلثا بدلا من كونه مستطيل، وسوف أجعله مفعلا بدلا من كونه محدبا. ممكن تهدأ لو سمحت وتعرفنا به؟ اسم المعين، ابن متوازي الأضلاع، ابن الشكل الرباعي، ابن المضلعات، يعرفني الناس بالزاويتين باسم طبعان متوازيين مستويين. ما هي خواصة؟ أفكار متساوية وأفكار الزاوية المقابلة لها. يا جماعة اللي يتكلم بصوت بالراحة ده واحد عشان الكل يسمع، خد بالك كلامك كله مش مفهوم. هل نفهم من ذلك أنك أخو المربع والمستطيل؟ نعم يا سيدتي. ممكن نعرف لماذا أنت غاضب هكذا؟ يا سيدتي نحن 3 أخوة نعيش معا نرى هذان العصفور متوازي الأضلاع، ولكل منا خواص التي تساعد على أكل عيشه، ولكن الشيطان بغى المجنة وجعل المستطيل يتمرد علينا ويقول لماذا المربع ينقرض بخواص عائلتنا وأنا خواصي قليلة وأنت شتمنا المربع وترك المنزل، ومن ذلك الحين وأبان حالته النفسية سيئة وحزينة وخرج ياما الزلج يبحث عن أخيه. هل فعل كل ذلك لا تريديني أن أغضب من المستطيل؟ ليس هذا كل شيء، فقد ترك المربع المنزل أيضا وقال لن أعود إلا عندما أحضر أخي المستطيل معي. ممكن نتعرف عليكما؟ أنا شبه المنحرف، ابن الشكل الرباعي، مثل معرفتكم بالضلعات، الناس تعرفني بالضلعين المتوازيين، ولقد رزقنا الله بابن يسمى شبه المنحرف المستوى الثقيل. ما سبب وجودك هنا؟ متوازي الأضلاع هو أخ، ولما علمنا بالذي حدث قررنا أن نبحث عن المستطيل ونقنعه أن يرجع إلى منزله. ما رأيك في هذه المشكلة؟ والله يا سيدتي كل منا يأخذ نصيبه وخواصه في هذه الدنيا، والمفروض أن لا يوجد أحد يتمرد على خواصه مثل أنا. لم يتنبني شعور الغيرة من أخي متوازي الأضلاع لأن لديه كل ضلعين متوازيان متقابلين، وأنا عندي ضلعين فقط متوازيان، كما يمتلك خواص 3 مشهورة بهم، ومع ذلك أنا سعيد جدا لأن لي عمل خاص، شغل الخاص في حل المسائل وهو له عمل وشغل. ممكن نتعرف عليك يا شبه المنحرف المتساوي الثقيل؟ أنا شبه المنحرف المتساوي الثقيل، ابن شبه المنحرف، ابن الشكل الرباعي من عائلة المضلعات، وأنا المتساوي الثقيل لأن الضلعين الغير متوازيان لديهم متساويان في الطول. ما هي خواصة؟ لدي زوجتين قاعدة متساويان وأبطالي متساوية أيضا، ونحن نبحث عن ابن عمي مستطيل وحزين جدا لما حدث له. ممكن نتعرف عليك ولماذا أنت ممثل بهذا الشكل هكذا؟ أنا المربع، ابن متوازي الأضلاع، الشكل الرباعي على الاتجاه والتساوي
وشتمني قال لماذا أطلقت التسوية واقترح التعبد وأنا لست كذلك ونحن نقول له ونفهم إلا خواصك هكذا وتفضل هكذا ونسعى لفتك هكذا ولكن كل خير. الآن يجب أن نتحدث مع المستطيل ونعرف ما الذي حمله على فعل هذا. مستطيل من امتياز الأضلاع بالشكل الرباعي يعرفني الناس بإحدى زوايا الخواص. ما خواصك؟ لدي جميع زوايا وأفكار متساوية. بريء يا سيدتي كيف أن خواص قليلة بينما خواص المربع كثيرة، ذلك لأن المربع الإيران ليس فيه خواص فقط وإنما كل شيء يطلب يتم تنفيذه فورا. يلزم من هذه الناس ولهذا قررت أن لا أترك مستطيلا بعد اليوم وسأترك هذا العمل إلى الأبد. يا بني ألا تعرف قيمة نفسك؟ أنت أساس المساحات كلها، وعندما بدأ الناس يعرفون بك المساحات واستخدموا مساحة المستطيل للثلث العرض، وأنا ذلك لا تعرف قيمة نفسك. يا أبي إذا كنت تتحدث عن المستطيل، إذا كنت تتحدث عن مساحة انظر إلى المربع وترى أن مساحته يمكن أن ترتب بطريقتين، وهما طول الضلع نفسه ونصف المربع قطره. أليس هذا أكبر دليل على أنك تحب المربع أكثر؟ يا بني يكفي أن نظر أشكال في الطبيعة على شكلك أنت. يا بني عد إلى الزوابط ولا تجد الأشكال الأخرى للتمثيل. مثلا زي شكل المدرسة، الكتاب على شكل مستطيل، البيوت على شكل مستطيل. كفى يبدو أنني كنت مضطر أن أفعل ذلك مرة ثانية. الحمد لله أنك عدت إلى رشدك، فليجعل الله لك زاوية في الجنة ويضعك في دائرة رحمته ويهديك إلى الطريق المستقيم. مدام المستطيل عاد إلى رشد لا يبد أن نقف جميعا على أن هذا الأمر لم يتكرر مرة أخرى. تعالوا